يا مساء الفل، يا رب تكونوا بخير. آه عاملين ايه يا جماعة؟ حلقة النهاردة من أتقل وأهم الحلقات حقيقة. حاولت أجلها على قد ما أقدر، ولكن أنا عايزة أعملها من بدري، فكنت متحمسة لها أكتر من أي حلقة تانية الصراحة. يعني قلت لا، مش هقدر أصبر عليها أكتر من كده. آم، في أحداث في حياتنا بنفتكر تفاصيلها كأن هي حصلت امبارح، رغم ان ممكن يكون مر سنين عليها. مواقف بتسرق بتسرق مننا حاجات كتير، ضحكتنا، أملنا، وحتى نفسنا اللي احنا كنا بنحبها. وجع مستخبي جوانا، آم، كلمة ما نعرفش هي ليه هي بالذات وجعتنا، وخوف ساعات كتير قوي بيبقى ملهوش مبرر، ونظرة معينة تقلب يومنا كله، او رد فعل بنندم عليه وما بنفهمش احنا ليه عملناه. آم، وجع بنشيله جوانا سنين، وبنتعامل معاه كأن هو طبيعتنا، وهو مش احنا ولا هو طبيعتنا. التروما. وعملت ايه في ناس سنين؟ عملت ايه؟ كلمة ماسكينها البنا في بقنا اليومين دول، وماشيين بنرددها كهزار، او حتى كتهديد، او كلام عادي، او ان احنا بنتكلم فيها عن نفسنا بس. المشكلة مش بس في اننا بنهزر، وهزارنا ده بيقلل من قيمتها، بل احنا كمان مش مستوعبين ان الهزار ده عندنا فعلا، احنا فعلا كلنا عندنا تروما. طيب، واحدة واحدة كده، نفنط الموضوع ونعرف هو اصلا يعني ايه تروما. آم، التروما دي هي تجربة مؤلمة او حدث حصل. هي تجربة مؤلمة او حدث حصل، احنا وقته حسينا بشيء معين. حسينا بالعجز، حسينا بالخوف، بالتهديد، ايا كان. والشعور ده تملكنا لدرجة ان هو كسر مساحة الامان بتاعتنا، وخلانا حاسين بالخطر. ومش لازم يكون حادثة كبيرة، ده كلمة ممكن تعمل تروما حرفيا. فهي لحظة معينة، انت في اللحظة دي حسيت انه العالم كله بيتهد فوق دماغك، وانت لوحدك تماما. ف فجسمك مهما اعتاد وعاش اللحظة دي مليون مرة، هو هيحس بنفس الشعور لا إراديا، رغم ان ممكن كل حاجة تبقى عادية بالنسبة للي حواليك، و... والناس اللي حواليك كلهم بيضحكوا وبيحبوك وبيقولوا لك ده وبيعبروا لك عن ده. بس انت خلاص، التروما عندك اتخلقت من حدث قديم ومكتوم، وانت مش عارف. في كل مرة انت بتحس فيها بالاحساس المعين ده، التروما بتصحى تاني. وحسب دراسات عملتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس، فالتروما دي، يعني الشرح بتاعها التفصيلي العلمي، هي استجابة نفسية لحدث يفوق قدرة الإنسان الطبيعية على التحمل. آه، ومش الحدث نفسه، يعني مش الحدث نفسه اللي هيحدد إذا كان دي تروما ولا لأ، لأن كل إنسان وقدرته بقى. فكل إنسان وظروف التروما اللي اتخلقت دي، ومدى هشاشة نفسيته في وقتها، ومدى قرابة الشخص اللي حصل له منه التروما ده. فكل دي حاجات ركبت مع بعضها الاليمنتس او الايه، العوامل بتاعة التروما، لكل شخص مختلف بقى. طب تعرف بقى ان التروما كمان ليها انواع يعني؟ التروما دي مش يعني للاسف هي مش حاجه بسيطه او حاجه هينه، فهي ليها انواع. فما طبعا
ليها كذا نوع، وكل نوع ليه الأذى بتاعه، يعني كل أذى معين يخلق نوع تروما معينة وليها طريقة علاج معين عن التانية. ففي مثلا تروما حادة. التروما الحادة دي بيبقى حدث مفاجئ وقوي، زي حادثة أو حالة وفاة لحد قريب قوي، وبتبقى مثلا حاجة مفاجأة. وفي حاجة اسمها تروما مزمنة. التروما المزمنة دي بتبقى زي التعرض المستمر للإهمال، وزي العنف الأسري أو التنمر. الحاجات دي فيها تنمر، سوري، فيها تروما مزمنة، يعني بتخلي الإنسان دايما يعني ما بيتخلصش منها بسهولة، لأن خلي بالك ان التروما المزمنة أقوى شوية من الحادة. في بقى تروما معقدة، ودي ميكس من النوعين اللي فاتوا. وفي تروما عبر الأجيال، اللي هي الحروب والمجاعات والأوبئة، يعني حاجة كده شعب كامل عاشها أو العالم كله عاشها في نفس الوقت، فبتبقى دي حاجة اسمها تروما عبر الأجيال أو تروما جماعية. وكلهم مشاعرهم واحدة طبعا ما عدا الأخرانية، يعني كلهم مشاعرهم واحدة، حاجة بتتكسر فينا بدون ما نلاحظ، خوف وقلق مفرط تجاه موقف معين، أو حتى تجاه قرب حد، او حتى استغراب شديد لفكرة اننا ممكن نتحب عادي، او اننا نتحب بس عارفين ان اكيد في يوم من الايام الناس اللي بيحبونا دول هيسيبونا ويمشوا لأي سبب من الاسباب. احنا دايما بيبقى فيه جوانا احساس انه انا خايف احب اللي قدامي، او حتى لو حبيت اللي قدامي هفضل خايف وشايل الهم من اليوم اللي هو هيقرر ان هو يسيبني ويمشي فيه. كل دمعة دمعة دمعة، كل دمعة دمعة دمعة، عالخد سالت عالرمش نامت، في عيون ما نامت للدنيا قالت. واللي بيعملوا لنا تروما كمان مش نفس الناس في حياتنا، يعني مش كلنا بيجي لنا تروما من ناس معينة. في اللي بيتعرض بتروما بسبب اهله، صحابه، المجتمع، حتى لو رأي متكرر هو بيسمعه عن الناس دي بتشبهه، فده بيخلق جواه خوف. وللأسف في ناس كتير بتبقى مش مدركة حجم تصرفاتهم، والصعب ان اغلب الوقت الوجع بيجي من اقرب الناس لينا، والناس اللي احنا بنستأمنها على اكبر اسرارنا. بس حتى لو هما ما قصدوش، يعني حتى لو هما ما قصدوش ان هما يضايقونا او يوجعونا، ده ما يقللش من وجعنا ابدا، ولا يقلل من مسؤوليتهم تجاه التروما اللي حصلت لنا. وللأسف الوجع مش محتاج تصريح، يعني مش محتاج يتقال بصوت عالي عشان يبقى موجود او لا، هو خلاص بقى موجود. مش لازم بقى اقولك عنه او ما اقولكش عنه، ده ما يقللش من ان انت شاركت في ان هو يحصل. وللأسف برضو اوقات الوجع بيبقى اقوى من الحب، فساعتها احنا بنبقى محتاجين نبص جوه نفسنا مش حوالين نفسنا، لانه اللي حبني خلاص هو كده كده وجعني، فهو مش هيبص عليا، مش هيبص انا جرالي ايه او انا حسيت بايه، فابص انا بقى على نفسي. اللي كان هو اللي كان، قدر يغيره في يوم الزمان، واللي كان هو اللي كان، قدر يغيره في يوم الزمان. اوقات بنعيش حياتنا واحنا مش فاهمين احنا ليه بنحس بحاجات معينة، ليه بنخاف، بنهرب، بنغضب، تكرار كوابيس او فلاش باك على حاجة معينة، ردود افعال مبالغ فيها في مواقف بسيطة جدا، احساس طول الوقت بالخوف او عدم الامان، تجنب اماكن او تجنب ناس معينة. اوقات بتبقى مشاكل جسدية ملهاش اي سبب عضوي. دي كلها اشارات تعرفنا احنا عندنا تروما ولا لا. فعمرك انت حسيت بانك بتتصرف بطريقة مش فاهمها وبتخاف من حاجة ملهاش مبرر، او بتبعد عن مواقف او ناس من غير سبب واضح؟
فهي للأسف التروما ساعات بتستخبى في تصرفاتنا وفي خوفنا الزيادة وفي عصبيتنا الغريبة او تجنبنا للحب او حتى رغبتنا المستمرة ان احنا عايزين نبقى مسيطرين على وضع ما او عارفين مثلا كل ديتيل عن اي موضوع، كأنك دايما انت عايش في حالة طوارئ. فلا يعني صدقني في هنا جرح محتاج يتشاف. لما بتلاقي نفسك فجأة بتبعد عن حد بيحبك او بتحس ان انت بتخاف من الفرح كأنه فخ، اعرف ان في حاجة مش صح. بما ان انا بتكلم عن الموضوع ده، انا مثلا لما كبرت بعيدا عن اي حدث كبير حصل في حياتي، اكيد كلنا تعرضنا للتنمر، اكيد كلنا مرينا بناس احنا بنحبهم سابونا، كل الكلام ده. بس يمكن من وسط كل المواقف الصعبة اللي انا عرفت اعدي منها بحياتي، الحاجات اللي اتكررت كذا مرة سببت لي تروما، ان انا دايما عاملة حسابي انه الناس اللي موجودة مش هتفضل موجودة. وحتى لو انا كنت بقول ده بصوت عالي وقلت كذا مرة احنا مش المفروض ان احنا نبقى موجودين في حياة بعض فترات، بس بسبب تكرار بعض المواقف فانت بقيت تحس انه مثلا اقولها لكم ازاي، انه هيجي نقطة والشخص اللي قدامك مهما كان بيحبك هيسيبك، ما تعرفش ليه. بس ده اللي بيحصل. فهعمل ايه؟ ما انا مفيش حاجة بتحصل، مفيش مش عارف ايه، مفيش مثلا خناقة، كل حاجة بتبقى ماشية عادي وفجأة بتلاقيه مشي. فده يخليك قدام خايف تحب حد، خايف حتى لو انت حبيته تبقى حاسس بالذنب لو مثلا انت اللي هتمشي وتسيبه او هو اللي هيمشي ويسيبك، تبقى دايما عامل حساب اللحظة اللي هو مش هيبقى موجود فيها. فدي تروما، يعني بمنتهى الصراحة دي تروما. فانت بسبب التروما دي بتبقى دايما عايش بنص طاقتك، كأنك بالظبط نص بيتعامل مع الحاضر والنص التاني متعلق في الماضي، مربوط بلحظة ما كملتش وبحكاية ما انتهتش نهاية سعيدة. وللأسف طول ما انت مش فاهم اللي بيحصلك ده ليه، او انت مش فاهم اصلا انت خايف من ايه بالذات، هتبقى مش عارف تحدد المشكلة فين. انت بتبقى عارف ومتيقن ان في مشكلة بس انت مش عارف تحط ايدك على المشكلة. يعني مثلا هل لو انت مثلا حد بيحس بنفس الاحساس اللي انا لسه حاكية عنه دلوقتي، بتبقى مثلا في الاول مش عارف هل انا خايف احب اللي قدامي، ولا انا خايف اتحب من اللي قدامي، ولا انا خايف اتخدع، ولا انا خايف اطلع انا اللي وحش وكنت فاكر ان انا كويس، ولا انا خايف انه هبقى لوحدي. انت في حاجات كتير جدا بتبقى مش عارف انت خايف من ايه بالظبط، لغاية لما بتقعد وتعمل كده تحليل مع نفسك وتوصل انت خايف من ايه بالظبط. طيب الخوف اللي انت خايفه ده حصل بسبب ايه؟ طيب ايه المواقف اللي وصلتك لكده؟ كل الكلام ده لما انت بتقعد مع نفسك كده مرة واتنين وتلاتة، سواء بقى قعدت مع نفسك، قعدت مع ورقة وقلم، قعدت مع دكتور نفساني، كلها بالنسبة لي طرق. طيب هل احنا مثلا ممكن نكون سبب في تروما لحد؟ ما للأسف يعني كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط. كلمة قلناها بدون قصد، خيانة صغيرة افتكرناها ملهاش مهمة افتكرناها مش مهمة، تجاهل، تقليل، مقارنة، سخرية، كل تصرف ممكن يسيب علامة جوه حد تاني. كلنا بني ادمين، ممكن نوجع حد واحنا مش واخدين بالنا. بس لما نفهم ده ونبقى نبقى عارفين ان احنا غلطنا، بيبقى قدامنا اختيارين: يا اما نكمل وده غلط طبعا، يا اما نصلح. فانت قدامك اختيارين بس،
ومش كل ألم احنا سبناه. ايه ده؟ فانت بيبقى قدامك حاجة من الاختيارين دول. وخلي بالك ان مش كل ألم احنا سببناه كنا واعيين بيه، ماشي، دي ما فيهاش مشكلة، بس الوعي هو بداية انه الألم ده ما يتكررش تاني للي قدامك طبعا. فطالما انت عرفت، دورك بقى ان انت تصلح، يا اما تصلح بالقديم، يعني تعتذر بقى تشوف هتعمل ايه في حياتك، يا اما تصلح بالجديد، تقدم حاجة عكس اللي انت عملتها زمان، او تثبت ان الكلام ده ما كانش قصدك، تثبت اي حاجة، لانه برضو جزء من مسؤوليتك. طالما انت عرفت حاجة زي كده او ادركت الحاجة زي كده، فخلاص هو مش اكشلي هو مش جزء، هو مسؤوليتك كاملة. يمكن المسؤولية الوحيدة على الشخص اللي انت عملت له تروما هو ان هو يقولك وده يقولك اساسا عشان خاطر هو يصلح من اللي جراله. فالمسؤولية كاملة مكملة على حضرتك. طيب دلوقتي انا كحد عنده تروما اعمل فيها ايه؟ اخلص منها ازاي؟ اي علاج في الدنيا مش قرار لحظي، بس اول خطوة فيها هي ان انت تعترف بوجود الوجع. ودي حاجة انا تقريبا بقولها من اول حلقة في اول سيزون، ان انت لازم لما تحل مشكلة، فاول حاجة لازم تعملها هي ان انت تعترف بوجود مشكلة من الاساس. فاول خطوة ان انت تعترف ان هي موجودة، لان الجراح ما بتخفش لو احنا تجاهلناها، هي بتكبر. فممكن تبدأ بكلام بسيط مع حد بتثق فيه، مع دكتور، مع ورقة وقلم. المهم ان انت تفتكر ان الوجع اللي انت بتتكلم عنه بيخسر جزء من قوته عليك كل ما انت بتتكلم عنه اكتر. وكده كده العلاج مش خط مستقيم، يعني مفيش حد بيحس دايما في اي رحلة علاج بقى، سواء مرض نفسي او مرض عضوي او تروما او مش تروما، ما فيش حد بيمشي فيه دايركت كده وبيسلك على طول. هو ايام هتحس ان انت بتتقدم، وايام هتحس ان انت رجعت لورا، وده طبيعي. اتكلم، عيط، صرخ، اكتب، اطلب المساعدة من حد. مفيش علاج سحري ومفيش وقت محدد، وكل واحد وليه رحلته وليه جروحه اللي محتاج معاها حنية مش حكم. واقولك على حاجة، خلي بالك انه في دراسات اثبتت ان الناس اللي عاشت تروما عرضة اكتر لامراض زي القلب والسكر واضطرابات مناعة. ليه؟ لان الجسم بيتصرف كأنه هو في حالة خطر مستمرة، دايما في ديفنس ميكانيزم عالية جدا عنده. فهرمونات التوتر شغالة طول الوقت، وكل ده بيجي بالسلب على اعضاء جسمك. لا خلي بالك. واقولك على حاجة برضو، من الناس انا كنت بحاول ادور في الحلقة دي على مثلا قصة اقعد احكيها، والحقيقة يعني مش تقليل من نفسياتنا دلوقتي او ان احنا بنسمي حاجة اسمها تروما او الجو ده، ولكن ما لقيتش قصة مثلا اقوى من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف بالنسبة لي اولى حد ان هو يبقى عنده تروما. حد اخواته اول ناس خانوه هو صغير، اتظلم، اتعرض لحاجات فعلا تقيلة، وكان كل ده بيقول انه اكيد ربنا اللي هو بيعمله معايا دلوقتي لطف احسن من قدر تاني انا معرفش عنه حاجة. فده جزء من الحاجات اللي انت المفروض تبقى على يقين بيها ضمن رحلة علاجك لنفسك. انا مش قصدي انه مثلا لو حد ايمانه قوي او حد ايمانه ضعيف هيجيله تروما او لا. عمر ما كان الطب النفسي مرتبط بالدين، دي حاجة امر مسلم بيها. طبعا الصلاة والارتباط بالدين بيلهمنا السلام النفسي، ولكن ده ملوش علاقة بده. ان هو مثلا لو حد ايمانه مش قوي يبقى هش نفسيا، مفيش حاجة اسمها كده. في ناس بتبقى ايمانها قوي وبرضو عندها مشاكل نفسية عادي. دلوقتي نفس عميق كده وافتكر انه كلنا مرينا بلحظات ألم. انت مش لوحدك، وكل جرح ليه بداية وليه نهاية. التروما مجرد صفحة ممكن
ممكن تقفلها، ممكن تقلبها وتكتب بعدها 1000 صفحة مليانة حاجات كويسة. وخلي بالك ان كل جرح ممكن يبقى رسالة، لو مش رسالة ليك انت فهي رسالة لحد غيرك أم، يستفاد من اللي انت حسيت بيه، او يحاول يطلع نفسه بالطريقة اللي انت حاولت تطلع نفسك بيها، تنقذ نفسك بيها. فممكن تبقى الالام اللي انت حسيت بيها تبقى سبب في ان انت تكون احن على نفسك وعلى كل حد بيعدي بوجع شبه الوجع اللي انت حسيت بيه. وكل حد فينا يستحق يلاقي السلام الداخلي اللي هو اتحرم منه. لو انت شايل جرح خليه بداية جديدة مش نهاية. فخليك شجاع، خليك رحيم بنفسك، خد اول خطوة في ان انت تبقى البطل اللي بينقذ نفسه، لان كلنا نستحق ان احنا نعيش خفاف من غير وجع. حب نفسك، نفس النصيحة بتاعت كل حلقة وحياة ربنا ما هغير. حب نفسك، قوم قول لنفسك ان انت بتحبها بالمواقف اللي هي عدت بيها، بالمشاكل والعقد النفسية، بكل حاجة. لانه لو انت بدأت ان انت ما تحكمش على نفسك، لا هتعرف قدام تحكم على حد، ضميرك مش هيسمح لك، ولا الناس هيبقى عندها القوة ان هي تحكم عليك. ولو ده حصل انت هتعرف تواجههم كويس جدا. فحب نفسك. بس كده اعتقد مفيش حاجة تانية اقدر اقولها لكم في الموضوع ده، على قد ما هي حلقة بالنسبة لنا تقيلة وبالنسبة لنا صعبة. فخلاص، حب نفسك وبس. يلا اشوفكم الحلقة الجاية. وشوف قد ايه، شوف قد ايه بحب